السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أول شهر شعبان. ربنا يبلغنا رمضان يا رب. آه، ادي اللي انا قلته الأسبوع اللي فات، ادي اللي انا كنت خايف منه. فرقة مهلهلة نتيجة ان مجلس إدارة منبطح وأوقح من الوقاحة. أنا آسف في اللفظ بقى، مجلس إدارة أوقح من الوقاحة. أنا قلت اللايف اللي فات إن لو النادي الأهلي مأجر المجلس ده عشان يخرب الزمالك مش هيعمل فيه كده. انتوا اوقح من الوقاحة. يوم 31 ولا يوم 30 تفضلوا قاعدين عاملين كده حاطين ايدكم على خدكم كده اهو. الصفقات ولا انتوا سائلين، اللعيبه ولا انتوا سائلين، عايزين باك ولا انتوا هنا، عايزين مهاجم ولا انتوا هنا، حرام عليكم ولا انتوا هنا. ولا انتوا هنا ليه؟ عشان مش خلاص مش هنجيب فلوس، مش هنصرف مليم من جبنه. اللي مش عاجبه يصرف يدينا فلوس. مش هو ده اللي انتوا عملتوه؟ مش هو ده اللي انتوا وصلتوا له لحد ما ميدو اتحرك؟ هو و هو وجمال العدل وحازم امام وعمرو الجنايني اتحركوا بقى يروحوا رجال الاعمال عشان خاطرنا ومعلش مش عارف ايه. شحتوا. بقت الناس يعني خلاص ما هم زملكاويه شايفين انتوا قاعدين ايدكم على خدكم ومفيش اي حاجه خالص، والانتقالات هتنتهي وهتتقفل، باب الانتقالات هيتقفل ولا في حاجه. هو ده مجلس اداره ينفع يبقى نقول عليه محترم؟ فاشل اداريا بس مش محترم. ما هو ممكن يكون فاشل اداريا ومحترم، ده فاشل ومش محترم. لان انتوا ما بتحبوش الزمالك، انتوا ما بتحبوش نادي الزمالك. زي ما قلت النية جوه هنا مش خالصة. النية مش خالصة. النية مش خالصة لوجه الله ابدا ابدا. لو النية خالصة لوجه الله ما يحصلش كده. انا قلت الاسبوع اللي فات هو ده بيراميدز اللي هيقابلنا 3. يعني كل حاجة وسخة حصلت في الفرقة حصلت في عهدكم. كل حاجة وسخة حصلت في الفرقة حصلت في عهدكم. تخيلوا. امشوا بقى، كاتكوا القرف، امشوا بقى. هو ده الزمالك اللي ما اتغلبش من بيراميدز من 20 ماتش ولا ماتش واحد بس؟ وكان 2-1 النهارده، 3-0 امبارح، 3-0 وثلاث اجوان في ايه؟ في ربع ساعه. ليه؟ ليه؟ خلاص نجحتوا. ما هو قبليه الاهلي باسبوع الاهلي كان هيشيل 3-4 برضه. خلي بالكم بالمناسبه يعني اللي بيتفرج عليه اهلاوي يعني انتوا ما كنتوش مقطعين بيراميدز يا حبيبي. انتوا جبتوا جون في نفسكم لما شخيتوا على روحكم من الهجمات بتاعت بيراميدز. جبتوا جون في نفسكم والحكم سندكم لما طرد لكم لعيب قلب الدنيا. لولا كده كنت هتشيلوا 3-4. اللي بيتفرج عليه اهلاوي اهو، انا بقول اهو. لكن احنا رغم ان الحكم ما حسبش ضربة جزاء لبيراميدز بتاعه الونش افندي اللي طالع بايده، ما اعرفش هو بيطلع، هو وضعه التشريحي يطلع وكل حاجه. انا ما يعمل ايده كده ليه؟ ما يعمل ايده كده، بيعملها كده ليه؟ عشان اللعيب مش مركز. قلنا الونش مش هيرجع تاني زي الاول. 2 صليبي. عبد الله السعيد دي تاني او تالت اصابه في نفس العضله. خلي بالكم، خلي بالكم، ده في كذا مصيبه سودة. جروس ده انا قلت من اول ما جه انا مش مطمن، لان جروس ده ما بيعرفش غير انه ياخد 14 لعيب يفرمهم. كون ان عبد الله السعيد يجي له ثالث اصابه في العضله الخلفيه بالمنظر ده كده اهو، يبقى الحمل التدريبي اللي بياخده بعد ما يخلص اصابته مش مناسب، تقيل عليه. هو ما ينفعش ادي حمل تدريبي لواحد عادي خلاص زي الحمل التدريبي بتاع واحد جاي من اصابه، او بتاع الاصابه دوت اللي لسه ربنا شافيه من العضله الخلفيه. ما ينفعش اديله حمل تدريبي بتاع واحد عادي.
غير ان الحمل التدريبي مختلف من مركز لمركز. انما واضح ان هو بيخش تارس، اديله حمل تدريبي نزله، ما هو ما عندكش غيره. وعبد الله السعيد لعيب محترم، لكن برضه بس لازم يخاف على نفسه، ما ينفعش كده يا عبد الله. قلت لكم جروس مش هيعمل حاجه، كل اللي عمله بس ان خلى مصطفى شلبي زفت الطين يجي من الجناح اليمين او الشمال بتاعه ينطم على نص الملعب جوه، بس هو ده اللي عمله. كرة تانية مفيش، استحواذ مفيش، تحرك بدون كرة مفيش. حصل ماتش واحد بس وبعد كده ما حصلش تاني. اللي جاب جروس مين؟ حسين لبيب وحسين السيد. الناس قامت الصبح بتاعت مجلس الإدارة كانوا بيفاضوا بين كذا مدرب، لقوا الأخ ماضي مع جروس وجاي ماتش المصري في الاستاد. ده دليل على ايه؟ ان حسين لبيب عايز يعمل زي مرتضى منصور. انا اللي ليا الرأي، بس انت يا ابني عبيط. التاني كان معلم، كان ليه الرأي، كان فرعون ومتفرعن، ويعرف ازاي يحمي قراره. التاني كان صايع، انت مش صايع، انت عبيط غلبان. تعمل كده في نادي الزمالك وكل واحد فيكم في حته، وكل واحد فيكم في حته. اللعيبه فين؟ اللعيبه ما حاضر، ربنا يسهل، بندور بنجيب. خلاص ده احنا يوم 30 يا جماعه، الدنيا اتحركت. الناس اللي ما كانتش عايزه تساعد الزمالك منهم جمال العدل نزلوا، قال لك هنعمل ايه غصب عننا، هنلم فلوس ونجيب اللعيبه اللي هنشوف اللعيبه دي اللي عايزين نجيبها، وميدو كتر خيره. زي بالظبط كده الوليه اللي قاعده في البيت مش عايزه تطبخ لجوزها ومديها فلوس، اصل صرفتها في جبت شويه حاجات لاختي. طب الفلوس الاكل يا وليه؟ ما فيش فلوس اكل. طب ناكل ايه؟ مش هتاكل. يضرب فيها يمين وشمال ابدا، لغايه ما الاخر خلاص كان هيموت، بقالهم 6 ايام ما كلوش حاجه، نزل هو جاب اكل وجه. ده اللي بتعملوه زي الولايه، بتشحتوا زي على الزمالك زي الولايه. نقول ولا يوم من ايامك يا مرتضى منصور؟ بتجبرونا ان احنا نقول هات الفساد التاني يقعد في النادي. طب هنعمل ايه؟ على الاقل التاني كان بيجيب لعيبه يعني كان زمان بالشرق ده موجود. لو انتوا بتحبوا الزمالك صح، كان زمان بالشرق ده موجود. دلوقتي عندك هتقابل الاهلي واليمين تريزيجيه والشمال بن شرقي ووراهم وقدامهم وسام ابو علي ووراهم امام عاشور. يا ده يا دقي، صوتي صوتي ياما. هتقابلوه ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انتوا بتنهوا نادي الزمالك امبارح في ضربه جزاء تغاضى عنها الحكم، الله مش عارف تغاضى عنها ليه. هل ما شافهاش، ولا هل كان رحيم بالزمالك قال لك ده هيترقعوا 3-4 فمفيش داعي نزودها، ولا هو ما حسبهاش بداعي انها عدم تعمد، مفيش تعمد فيها يعني، لانها جايه في راس حسام عبد المجيد الاول، ما اعرفش. انما دي يعني دي ما اعرفش عدت ازاي، والفار وقف لها وكل حاجه، وعدت من الاثنين ما اعرفش ازاي. انما فوتها عشان الزمالك يبقى حلو وعايزين لا 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 خالص، خالص خالص. ده لو طلعوا يحطوا للزمالك 50 بلنتي هيحطوا له اللي عليه. وبنالتي امبارح للجزيري برضه ما اتحسبتش عشان يعوض دي بدي. وهقول تاني وهقول تاني، الاهلي لعيبه الاهلي شخت على روحها لما نزلوا بس لعبوا مع بيراميدز اول 10 دقايق وجابوا جون في نفسهم. الجون اللي جابه رامي ربيعه في نفسه ده واحد خايف. ولولا الحكم كان زمانكم شلتوا زينا. مفيش حد يقعد يقلس ويقول اصل الثلاثه مش ثلاثه. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، وعمركم هتغلبوا. لو لعبتوا بيراميدز تاني برضه هيبقى في حكام هتسندكم. الزمالك شق ومجلس ادارته شق ماشي، وان هو بيتبهدل من جواه قبل براه، من جواه. الزمالك بيتنخور من جواه قبل براه، لكن انتوا الحكام بتساعدكم عشان تكسبوا. الحكام بتساعدكم. خلي الحكام تسيبكم وورينا نفسكم. خلي الحكام تسيبكم باللعيبه اللي انتوا جايبينها دي. الله اعلم بن شرقي ده هيبقى مخلص كوره ولا لا، معرفش، لكن وريني نفسك من غير حكام. واحنا معانا ربنا.
واحنا معانا ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا خلاص ده كده فوق طاقه البشر. ربنا ياخدكم واحد واحد مجلس اداره الزمالك، ربنا ياخدكم واحد واحد، ربنا يوريكم على قد نيتكم ويفرجنا فيكم في آية. الدولة لازم تتدخل في، والله العظيم 3، الدولة لازم تتدخل. يتقال مجلس الإدارة دوت ويجي مجلس إدارة بالتعيين من الجيش، كرباج وعصاية وخرزانة وعلى قفا أي حد يخرب في النادي. مش مهم يكون لعيبة كورة، مجلس إدارة يعرف يدير مؤسسة وهو يعين فيها مين المسؤول عن الكورة ومين المسؤول عن يا راجل ده الطايرة والألعاب الصالات كلها بقت زي الزفت. أيام مرتضى منصور لما كان أحمد ابنه بيعرج برجله ماشي خلاها الأهلي ما كانش بيشوفها. ألعاب الصالات زي الزفت، النادي بقى زي الزفت. طب التاني مركب فيه كان مركب فيه بورسلين. مفيش بورسلين بيتركب في النوادي لكن كان مركبه. تروح انت شايله وجايب الطوب اللي هو اللي مش عارف بيقول عليه ايه دوت اللي بيتركب في بعضه ده بتفريغ الهواء. هو انت كده هو انت كده مرتضى منصور يعني حسين لبيب؟ ما أنا قلت لك التاني كان صايع، ما كانش حد بيعرف يعارضه. انما انت بتاخد قرارك وفي 100 معارض ليك واولهم احمد سليمان اللي عايز ياخد من تحتك السجاده. كان هيعمل اسم وكان هيعمل فرقه، خلي بالك، كان هيعمل اسم ويعمل فرقه. انت خفت اللي ياخد السجاده من تحت رجلك يبقى الشو بتاع احمد، نفس اللي عمله مرتضى منصور بالظبط. انت وهو واجهين له عمله واحده، بس التاني على فجر وانت على مداري، يعني من ورا من ورا الملايه كده، لكن انتوا الاتنين واحد. الحقد مالي قلوبكم. والزمالك اللي بيدفع الثمن وجمهوره هو اللي بيدفع الثمن. انا شايف ان جمهور الزمالك ما يروحش الاستاد خالص، يا اما يروح 2 3 يعلقوا يافطه بس فيها نقد مش نقد، فيها ايه، فيها توبيخ، مش توبيخ كمان، فيها ضرب جزم. يصوروا جزم كده، يعملوا يافطه فيها جزم كده ماشي، وقفه مكتوب عليه مجلس اداره الزمالك، ويحطوها في الاستاد في كل ماتش، وما يروحوش الاستاد 5 6 بس هم اللي يفرضوها بس. وزيزو ده، زيزو ده لو قعد في النادي يبقى انتوا بتاكدوا ان انتوا منبطحين اكتر. يلعن، انا مش عايز اغلط في مكان يعني. لا زيزو يغور هو وابوه وعيلته ماشي. هو زيزو عمل ايه للزمالك؟ خد بطوله افريقيا مع الزمالك ابطال دوري. هو زيزو عمل ايه؟ جاب اجوان بلانتيات. اه لعيب محترم ولعيب كويس، انما هيفرض قلوع على الزمالك؟ لا باي باي. فلوس احسن منه. انا بقول النهارده زيزو فلوسه احسن منه، وكان من زمان احسن منه، بس زيزو هيجيب لك ايه دلوقتي؟ خلاص. ده الماتش ده جه فايده لناس كتير قوي، فايده للزمالك من غير ما يضرب، فايده لكيان النادي رغم انها خساره وفضيحه، لكن فايده لكيان النادي. ان زيزو ده بدل ما كان مطلوب فيه 10 قروش بقى مطلوب فيه 5 قروش. يلا اللي شايل 3. عايزين تكسبوا بايه؟ تكسبوا بزيزو ولا عبد الله السعيد اللي عنده 40 سنه اللي موت نفسه في الملعب يا عيني وبيتصاب وقدامه 5 6 ماتشات ما يجيش؟ يلا يا عم، يلا يا عم، 5 6 ماتشات عبد الله السعيد مش موجود معاك. بنتايج اتصاب امبارح، عمر جابر اتصاب، عندك محمد محمود ما نزلتوش ليه من زمان؟ ما هو كان جوزيه منزله قبل كده في ماتشات كونفدراليه، باك يمين محترم. ما اهلتوش ليه؟ عشان انا عايز دول، انا عايز ال 14 لعيب ده عشان هما دول. وقلت لكم كروس هيعمل كده وعمل كده. وانت عندك فرقه مفيش بديل في كل مركز. انتوا فين؟ انتوا بتحاربوا بعض كلكم، كلكم هشام نصر وحسين نبيب وحسين نبيب وهشام نصر واحمد سليمان وبيرزي وشكري ونير الاحمر ومفيش الا بس محمد طارق الله يشفيه اللي كان معترض على كل اللي بيحصل ده. وسبحان الله اصابته دي جت بعدته شويه. انتوا ناس اوقح من الوقاحه. ان شاء الله ربنا هيورينا فيك يوم باذن الله. شكرا.